تعالوا بينا نبدأ أحداث قصتنا الجديدة واللي بتحكي عن تطبيق هاتفي بيحملوه مجموعة شباب، ولكنه بيتحول لحقيقة بتقلب حياتهم لجحيم. وبتبتدي قصتنا في إحدى الحفلات واللي بيكون مجموعة أصدقاء متجمعين فيها على ترابيزة، وبيتكلموا عن أحدث الأنظمة الغذائية اللي بتخلي الإنسان يحافظ على وزن جسمه. بتفتح واحدة منهم موبايلها تدور على اسم أحسن تطبيق تقدر تنزله، وبتكتب في اسم البرنامج العد التنازلي للوزن، لكنها بتلاقي قدامها برنامج تاني خالص باسم العد التنازلي برضه، ولكنه للعمر. فبتقرا شرح البرنامج وبتلاقي انه بيقدر يحدد ميعاد موت الشخص، فبتقرر هي واصدقائها يحملوه يعني من باب التسلية، وبيبدأ كل واحد منهم يشوف نفسه هيموت امتى، وبيتفاجئوا كلهم ان ميعاد موتهم بعد سنين طويلة، ما عدا صديقتهم كورت واللي بيكون قدامها 3 ساعات بس. زي ما انت عزيزي المشاهد كمان قدامك دقايق بسيطة جدا ووقت قصتنا ينتهي، فاوعى تنسى الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يفضل يوصلك كل أفلامنا الجديدة. وبيبدأ العد التنازلي للبرنامج على موبايل كورت، وبتبدأ تحس بقلق من جواها ولكن بتقول لأصدقائها ما يقلقوش وإن ده مجرد تطبيق. وبتمشي كورت من الحفلة وبتركب العربية مع صديقها إيفن عشان يوصلها، ولكنها بتلاقيه سكران، فبتخاف من سواقته وإنها تفضل راكبة معاه العربية، فبتنزل وبتقرر تمشي، لكنها بتتفاجئ برسالة جايلها من التطبيق مكتوب فيها إنها بكده خلفت عملية الاستعمال. فبتستغرب كورت وبتكمل طريقها، ولكنها بتحس إنه في خيال شخص ماشي وراها بيراقبها، فبتفضل طول الطريق تبص وراها لحد ما بتوصل بيتها. وبتدخل الحمام وبتسمع صوت جاي من ورا ستارة البانيو، فبتتشجع وبتروح تفتحها ولكنها ما بتلاقيش حد. بترجع تكمل اللي بتعمله لحد ما بتتفاجئ إن ستارة البانيو رجعت اتقفلت مرة تانية، فبتقرب تفتحها لكنها بتتسحب فجأة لفوق، وبيكون العد التنازلي على موبايلها خلاص انتهى، وبتنزل على طرف البانيو وبتموت. وبنلاقي من الناحية التانية إيفن عمل حادثة على الطريق بعربيته، وبيظهر لنا جذع شجرة وهو مخترق الكرسي اللي جنبه واللي مفروض كانت كورت قاعدة فيه، وإنها لو كانت كملت معاه في العربية كانت هتلاقي نفس مصيرها برضه. وبيتنقل إيفن على المستشفى، وهناك بيقابل كوين الممرضة المسؤولة عن متابعة حالته، وبيكون إيفن عنده جروح في جسمه ورجله مكسورة. بتروح كورت تطمن عليه ولكنها ما بتلاقيهوش في اوضته، فبتنزل تدور عليه وبتلاقيه قاعد في الجناح الجديد المقفول اللي لسه تحت الإنشاء. وبيكون إيفن حزين وبيقول لها إنه عرف من خلال التطبيق إنه هيموت بعد 19 ساعة، وده نفس توقيت العملية اللي هيعملها بكرة في رجليه، وإنه هيموت جوه العملية. وبيبدأ يحكي لها عن صديقته كورت اللي ماتت، فبتحاول كوين تقنعه إن ده مجرد تطبيق وبتاخده على أوضته. وبعدها بتتفاجئ كوين إنها نجحت في امتحاناتها واتعينت ممرضة في المستشفى بشكل رسمي، وبيكونوا أصدقائها في المستشفى فرحانين بيها وبيقعدوا يحتفلوا كلهم. وبنلاقي صديقها سكوت بياكل كتير جدا من التورتة، فبتضحك معاه وبتقوله إن نسبة السكر اللي أكلها من التورتة هتخليه يموت. وبيفضلوا يضحكوا كلهم لحد ما بتقترح عليه كوين إنه ينزل على موبايله تطبيق العد التنازلي اللي سمعت عنه من إيفن، فبيوافقها وبينزله وبيتفاجئ إنه هيموت بعد 53 سنة، وبيقول لهم إنه برنامج مسلي وإنهم هما كمان يجربوه، وبيبعت ليهم لينك التطبيق في رسالة. وبيجربوا الدكتور ليفن على موبايله وبيلاقي إنه هيموت بعد 57 سنة، وبعدها بيرجع كل واحد على شغله. بتخلص كوين شغلها وبتخرج من المستشفى، لكنها بتشوف رسالة سكوت جايلها، فبتقرر إنها تحمل التطبيق، وبتتفاجئ إنها هتموت خلال يومين بس. وبتوصل على بيتها تجهز ورقها الرسمي الخاص بشغلها في المستشفى، ولكن ما بيكونش معاها أصل شهادة ميلادها، فبتقرر ترجع بيت والدها وتجيبها. وهناك بتدخل المكتب تدور عليها ولكن بتسمع صوت في خزانة الدولاب، ولكن بتلاقي أختها جورج مستخبية فيه من صديقتها. وبتقابل والدها وهي خارجة وبتقول له إن كان نفسها تقعد معاه ولكنها عندها شغل الصبح، فبيقول لها والدها إنهم هيزوروا قبر والدتها كمان يومين، فلو حابة تروح معاهم فبتقول له إنها هتروح. وبننتقل ليوم عملية إيفن واللي بيقرر إنه يهرب من المستشفى لأنه مش حابب يموت، وبيلاقي رسالة جايله على موبايله إنه خالف عملية الاستعمال. وبيكون قدامه 3 دقايق في العد التنازلي، وبيحس بخيال وراه بيراقبه من خلال مراية المستشفى، فبيبص وراه لكنه ما بيلاقيش حد، وبيرجع يبص مرة تانية في المراية وبيلاقيها اتكسرت، فبينزل من سلم الطوارئ ولكن فجأة بيتقفل الباب عليه وبينطفي النور، وبيتفاجئ بصديقته كورت اللي توفت إنها قاعدة قدامه.
وبينتهي العد التنازلي على موبايله وبيترمي إيفن من الدور الخامس في المستشفى وبيموت. وبتتفاجئ كوين بأهل إيفن وهم بيعيطوا وبتعرف إنه مات. وبتقرر تروح أوضته تدور فيها على موبايله وبتلاقيه، ولكنه بيكون محتاج لبصمة إيده. فبتتحرك على المشرحة وبتستخدم إيده وبتقدر تفتح موبايله، وبتلاقي إن العد التنازلي على موبايله بقى صفر. بترجع تبص على موبايلها وبتلاقي إن قدامها يومين، وده بيكون نفس يوم زيارة قبر والدتها اللي هتروحه مع والدها وأختها. فبتتصل بوالدها تأجل الميعاد، ولكن بتتفاجئ برسالة جاية لها على موبايلها إنها خلفت عملية الاستعمال. وبعدها بيروح لها دكتور سليفن يستعين بيها تساعده في حالة دخلت في غيبوبة، ولكنه بيستدرجها وبيحاول التعدي عليها، وبتقدر إنها تمنعه. بترجع البيت وبتحاول تحذف التطبيق على موبايلها، لكنها ما بتقدرش. فبتدخل تبحث عن اسم التطبيق وتقرا الأخبار اللي اتكتبت عنه، وبتلاقي خبر وفاة كورت صديقة إيفن اللي حكى لها عنها، وبتقرا التعليقات المكتوبة وإن التطبيق حقيقي. فبتقفل الجهاز وبتتخيل إيفن قدامها، فبتفتح نور الأوضة ولكنها ما بتلاقيش حد. فبتكسر موبايلها وبتقرر تنزل تنام في العربية، وبتصحى على تخبيط أختها جورج على إزاز العربية وبتقول لها إنها قامت بسبب صرصار شافته. فبيدخلوا البيت وبتلاقي موبايل كورت مكسور وعليه رسالة من التطبيق، وبتحكي لها كوين اللي حصل وبتقول لها أختها إنها ممرضة وما ينفعش تؤمن بالحاجات دي. وبتقرر كوين إنها تروح تشتري موبايل جديد، وبتفتح الموبايل عشان تتأكد إن التطبيق مش متحمل عليه، وبتلاقيه فعلا مش موجود. لكنها بتتفاجئ إن التطبيق اتحمل لوحده. فبترجع بسرعة لصاحب المحل وبتقول له إن في تطبيق اتحمل لوحده على الموبايل، لكنه بيفشل صاحب المحل إنه يحذفه. فبتاخده منه وبتمشي. وبتتفاجئ جوه عربيتها بخيال موجود في كاميرا العربية الخلفية. فبتخاف وبتدوس بنزين وبتخبط عربية تانية، وبينزل صاحب العربية يتخانق معاها، ولكن بيلحقها شاب وبيدافع عنها، وبيقول لها إن اسمه مات، وإنه هو كمان محمل التطبيق على موبايله، وإن قدامه مش أكتر من 18 ساعة ويموت. وبيروحوا يقعدوا في بار وبيلاقوا راجل كبير قاعد جنبهم على البار. فبيقترحوا عليه حمل التطبيق، وأول ما بيظهر لهم اتفاقية التطبيق بيقروها، وبيلاقوا إنه من ضمن شروط استخدام البرنامج إن المستخدم ما يخالفش القوانين وإلا هيتم معاقبته. فبتفتكر كوين إنها خلفت مشوار المقابر اللي كان مفترض تروحه، وافتكر مات إنه لغى ميعاد رحلته اللي فكر إنه هيموت خلالها. فبيحاولوا يمنعوا الراجل إنه ما يوافقش على اتفاقية التطبيق، ولكنه بيكون وافق وفاضله 39 سنة. وبيقرروا إنهم يروحوا يلجأوا لقس المستشفى، ولكنه بيقرر يبعتهم لقس تاني يقدر يفيدهم، وبيوصف لهم عنوانه. وبتروح المديرة لكوين وبتقول لها إنه متوجه لها تحقيق بتهمة التعدي على دكتور سليفن، وإنه المجلس قرر وقفها عن العمل. فبتحاول تدافع عن نفسها وبتقول لهم إن هو حاول التعدي عليها. بيكون مات دخل الحمام وبيلاقي طفل صغير بيحاول يفتح عليه باب الحمام، وبيطلع يغسل إيده، ولكن بيسمع صوت عياط الطفل وبيبدأ الطفل يمشي وسط الحمامات وكأنها مفتوحة على بعض. وفجأة بيختفي وبيقطع النور في الحمام، وبيشغل مات كشاف موبايله، وبيلاقي إن الحمام فاضي وبيهجم عليه الطفل من ظهره وبيحاول يخنقه. ولكن مات بيفضل يقاوم لحد ما النور بيرجع والطفل بيختفي. وبياخد كوين وبيروحوا على عنوان القصة وبيحكوا له اللي حصل. فبيقول لهم إن قصتهم أشبه برواية قديمة لأمير وقائد جيش كان طول الوقت خايف من الموت، فراح لمشعوذة عجوزة ادته مخطوطة لتحديد ميعاد وفاته، وطلبت منه ما يحاولش يغير أي شيء في مصيره. ولأنه ما كانش شجاع لما عرف إنه هيموت في الحرب، قرر إنه ما يروحش يحارب وبعت أخوه. ومن وقتها بدأ الأمير يشوف خيالات لشخص بيطارده، فرجع للمشعوذة تفسر له مين هو الشخص ده. فقالت له إن اللي بيطارده ده هو الشيطان أوزم، وإنه قرر يعذبه لأنه بعد ما كان ملاك الموت جاي ياخد روحه بسلام غير في أحداث مصيره. واستنتج القصة إن التطبيق اللي بيحكوا عليه هو نسخة مستحدثة من المخطوطة الرقمية القديمة، وإنه جايز لو قدر يحصل على أكواد التطبيق ده يحاول يفكها وينقذهم. وبيتوجهوا بعدها لصاحب محل إلكترونيات يدعى دوك، واللي بيقدر يفك ملفات التطبيق ويوصل لأكواد مكتوبة باللغة اللاتينية مكتوب فيها أعمار كل الناس اللي حملت التطبيق، وبيبدأ يغير في أرقام أعمارهم وبيزود فترة حياة كوين ومات. وبعدها بتطلب منه كوين يفضل معاها لأنها لسه خايفة من اللي حصل، وبيوافقها وبيفضلوا سوا وبيتكلموا عن أسباب خوفهم من الموت. فبيقول مات إنه لما كان طفل عنده 10 سنين كان له أخ مريض، وكان دايما أهله مهتمين بأخوه أكتر منه، وبدأ يحس بكراهية ناحية أخوه، فقرر يسرق منه لعبته الجديدة.
ولكن أخوه توفى بعدها وفضل مات حاسس بالذنب اللي عمله. فبتواسيه كوين وبتقول له إنها هي كمان كانت سبب وفاة والدتها لما قررت تهرب وتروح على حفلة صاحبتها من ورا والدتها، وساعتها خافت عليها فخرجت تدور عليها في كل مكان وخبطتها عربية على الطريق. وفي نص الليل بتحس كوين إنه في شخص واقف على باب أوضتها فبتصحي مات، ولكن الباب فجأة بيتفتح وبتلاقيه إنه هو مات. فبتبدأ تتسحب تحت الغطا، ولكن بيشد مات الغطا بسرعة وبيرميه بعيد عنها. وصوت رسالة على موبايلاتهم بتقول إن العد التنازلي رجع مرة تانية وإن كوين هتموت بعد 4 ساعات ومات قدامه ساعتين. وبتحاول تتصل بأختها تطمن عليها، ولكن بتكون المربية هي اللي واخدة موبايلها وبتحس فجأة بشخص بيقرب منها. فبتنزل تستخبى تحت السرير، ولكن فجأة السرير بيترفع وبتلاقي والدتها المتوفية نايمة على السرير وبتفضل تصرخ. وبتروح لها أختها وبتحضنها وبتاخدها معاها وبيروحوا للقس يحكوا له عن كل اللي حصل، واللي بيقول لهم إن التطبيق اتحول للعنة، وإنهم يقدروا يوقفوا اللعنة دي بطريقة واحدة بس، وهي إنهم يخلوا شخص يعيش أطول من الوقت اللي مكتوب له أو يموت قبل ميعاده باستخدام طقوس الحماية. وبيفتح كتاب يشوف طريقة عمل نجمة حماية بالملح الصخري، واللي بيقول إنه موجود منه تحت في بدروم الكنيسة، وبيحاولوا يعملوا نجمة شبه اللي في الكتاب بالظبط. وبيفضل يبارك القس الملح الصخري وبيكون فاضل دقيقتين بس على موت مات. وفجأة بينطفي النور وبيجري مات وكوين على النجمة علشان تحميهم، وبيظهر الشيطان أوزم ولكنه ما بيقدرش يكسر النجمة ويدخل لهم. فبيحاول يستدرج مات إنه يخرج برا النجمة بإنه يخليه يشوف أخوه واللعبة بتاعته في مكان بعيد. بيخرج مات برا النجمة وبتحاول جوردن إنها تنقذه ولكنه بيموت قدام كوين. وبتتصاب جوردن وبتدخل المستشفى وبتفضل كوين معاها، وبتسمع في الأخبار إن في قطار انقلب في حادثة، وده بيكون القطار اللي كان مفروض مات هيركبه لو راح الرحلة. وبتتفاجئ إن الدكتور سليفن هو اللي عالج أختها فبتشكره. وبعدها بتلاقي على موبايلها إنه باقي 18 دقيقة، فبتقرر تروح لدكتور سليفن وبتستدرجه للجناح المقفول وتحاول تنهي حياته، وبكده هتكون كسرت اللعنة. ولكن قبل ما تحاول تقتله فجأة بتلاقيه انسحب من تحت ايدها، فبتعرف ان الشيطان أوزم هو اللي بيحاول ينقذه. وبعدها بيهجم دكتور سليفن عليها، ولكنها بتقدر تستخبى وبترجع تضربه من ظهره. ولكن قبل ما تقدر تديله حقنة السم في جسمه بيبعدها أوزن عنه، وبيكون فاضل دقيقة واحدة على موت أختها. فبتبدأ تهدده إنها هتحقن نفسها بالحقنة وتموت قبل ميعادها، وبكده هتكون كسرت اللعنة برضه. فبيتجسد أذن في شكل والدتها عشان يمنعها ولكنه ما بينجحش. بتاخد كوين الحقنة في جسمها وبيموت قدامها الشيطان أوزم وبيتحول لرماد. وبتجري عليها أختها وبتفضل تصرخ بعد ما ضحت بنفسها عشان تنقذها، ولكن بتلاقي اسم مادة مكتوب على كتفها، فبتفهم إنها رسالة وبتلحق تديها المادة في حقنة. وبتفوق بعدها وبيكون العد التنازلي في موبايلها صفر. بتروح كوين تزور قبر والدتها ومعاها والدها واختها، وبتتفاجئ برسالة على موبايلها ان التطبيق نزله تحديث جديد. وبتنتهي القصة على كده، واللي بنستفيد منها حاجتين مهمين جدا: اولا قراءة شروط اي تطبيق قبل تحميله على هواتفنا، وتاني حاجة هو ان عدم معرفتنا بعلم الغيب رحمة من ربنا سبحانه وتعالى عشان نقدر نكمل حياتنا. لو انت متابع جديد ولسه ما اشتركتش في القناة، يلا بسرعة اشترك، وعشان يفضل يوصلك كل جديد عن أفلامنا اوعى تنسى تفعل زر الجرس. سلام.